بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. هذا الدرس 11 في التعليقات اليسيرة على المتممة الأجرومية، وهذا الدرس الذي هو الدرس 11 متممة وتكملة للدرس 10 أو جزء من الدرس 10، ألا وهو في هذا الدرس نأخذ شروط الجمع المذكر السالم. متى تجمع المفرد إلى جمع مذكر سالم وبأي شروط؟ قال أهل العلم: جمع مذكر سالم ينقسم إلى قسمين، مفرده ينقسم إلى قسمين. المفرد الذي يجمع جمع مذكر سالم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون علما، القسم الثاني أن يكون صفة. فالأسماء التي تجمع جمع مذكر سالم إما أن تكون علم وإما أن تكون صفة. العلم مثل زيد، العلم مثل زيد. فزيد إذا أردت أن تجمع زيد وزيد وزيد ويجمع إلى زيدون، فهذا يسمى علم، جمع مذكر سالم جمع من مفرد علم. والصفة مثل مخلص. عندنا 3 رجال، هذا مخلص وهذا مخلص، تقول رجال مخلصون، فهذا الآن صفة لهؤلاء الرجال. إذن إما أن تجمع علما وإما أن تجمع صفة. طيب، فالعلم له شروط والصفة له شروط. نبدأ بشروط العلم. أولا أن يكون علما، الاسم الذي يجمع أن يكون علم لمذكر. إذا كان علم لمؤنث لا يجمع. فلما قلنا لمذكر ماذا خرج المؤنث. ما يجمع مؤنث مثل هند، كوثر، سعاد، ما يجمع جمع مذكر سالم، مع أن هند وكوثر وسعاد علم، ولكنهن علم لمؤنث. فجمع مذكر سالم لابد أن يكون علم لمذكر. الشرط الثالث عاقل، لا يجمع غير العاقل جمع مذكر سالم. مثل داحس اسم الحصان، هو علم ولمذكر، لكن هل هو لعاقل؟ لا. إذن لا يجمع داحسون. إذا وجدت مثلا 10 أحصنة وكلهما ذكور تريد أن تجمع، تقول مثلا داحسون، هذا ما يجمع، لأن الذي يجمع جمع مذكر سالم هو العلم المذكر العاقل، وغير العاقل لا يجمع. إذن هذه 3 شروط. الرابع خالي من تاء التأنيث. الاسم العلم المذكر العاقل الذي تريد أن تجمعه لابد أن يكون خالي من تاء التأنيث. فماذا خرج الاسم العاقل المذكر العلم الذي هو آخره تاء التأنيث، مثل أسامة، مثل حمزة وأسامة اسم علم لمذكر عاقل، لكن آخره تاء التأنيث. فالأسماء التي آخرها تاء التأنيث لا تجمع جمع مذكر سالم. أسامة وحمزة لا تجمع جمع مذكر سالم. الشرط الأخير أن لا يكون مركب. الأسماء المركبة مثل عبد الله، عبد الرحمن الآن علم لمذكر عاقل وخالي من تاء التأنيث لكن مركب. إذن من شروط المذكر، من شروط جمع مذكر سالم، أن يكون خالي من تاء التأنيث. إذا كان خالي من تاء التأنيث وخالي من التركيب، فإذا كان فيه التركيب لا يجمع جمع مذكر سالم. إذن عندنا 5 شروط في الاسم العلم: أولا يكون علما، أن يكون مذكر، أن يكون عاقل، أن يكون خالي من تاء التأنيث، أن يكون خالي من التركيب. فإذا توفر العلم فيه هذه الشروط يجمع جمع مذكر سالم. إذن انتهينا من العلم. باقي الصفة.
الصفة، اللهم صل على محمد، أن يكون صفة، هذا أول لمذكر. إذا كان صفة لمؤنث لا يجمع، أن يكون صفة لمؤنث ما يجمع. مثل مخلصة، زينب مخلصة، وعائشة مخلصة، وفاطمة مخلصة. تريد أن تجمع هذه الصفة التي لهؤلاء النسوة، تجمعها إلى جمع مذكر سالم، ما ينجمع، لأنها وإن كانت صفة لكن لمن؟ لمؤنث. فالصفة الذي يجمع جمع مذكر سالم هو الصفة لمذكر، صفة لمذكر فقط، مثل مخلص، مثل محترم، واضح؟ مثل ناصر، فلان ناصر للدين، وذاك ناصر للدين، وذاك تقول هؤلاء ناصرون للدين، صفة لمذكر. الثالث لعاقل، صفة لمذكر عاقل. لغير العاقل ما يجمع، لغير العاقل ما يجمع جمع مذكر سالم، وإن كان صفة لمذكر لكن لغير العاقل ما يجمع. طيب، الرابع أن يكون خاليا من ثاء التأنيث، الصفة نفسها خالية من ثاء التأنيث مثل العلم. فإذا كانت صفة لمذكر عاقل لكنه موجود فيه ثاء التأنيث، مثل علامة، العلامة، عندنا فلان علامة وفلان علامة، هل يجمع علامة إلى علامتون وإلا علامون؟ لا، ما يجمع، وإن كان صفة لمذكر عاقل لكن فيه تاء التأنيث. فالصفة الذي هو لمذكر عاقل وفيه التاء التأنيث لا يجمع جمع مذكر سالم، لا يجمع جمع مذكر سالم إلا إذا خلا من التاء التأنيث. إذن صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث، هذا 4. الخامس وليست على وزن أفعل. الصفة هذه التي لمذكر عاقل خالي من تأنيث على أن تكون ليست على وزن أفعل. الآن عندنا أعرج على وزن أفعل، أبكم أحمر، عندنا محمد أحمر، ومحمد وعلي أحمر، وزيد أحمر. الآن صفة أحمر لمحمد وزيد وعلي. طيب، هل أحمر يجمع؟ نقول مثلا هؤلاء الرجال أحمرون؟ لا، ما يجمع. لماذا؟ لأن على وزن أفعل، والصفة التي على وزن أفعل ما تجمع جمع مذكر سالم. يعني أحمر، أصفر، أكحل، ما يقال أصفرون، هؤلاء الرجال أصفرون، لا، ما يقال، ما يجمع. السادس صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث وليس من باب أفعل، وأيضا وليس من باب فعلاء، وليس من باب فعلان، نعم فعلاء، فعلان، نعم، وليس من باب فعلان الذي مؤنثه فعل. مثل ماذا؟ مثل عطشان، مؤنثه عطشان، محمد عطشان، وزينب عطشان. إذن عطشان عندنا 5 رجال عطشان، محمد عطشان، وعلي عطشان، وزيد عطشان. هل يجمع عطشان إلى عطشانون؟ لا، لأنه على وزن فعلان، ووزن فعلان الذي مؤنثه فعلا لا يجمع جمع مذكر سالم، لا يجمع. ريان مثلا لا يجمع أبدا، لأنه على وزن فعلان. صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ومن التركيب، وليس من باب أفعل ولا من باب فعلان ولا مما يستوي منه المذكر والمؤنث. هذا الشرط الأخير، ولا مما يستوي منه المذكر والمؤنث. والذي يستوي فيه المذكر والمؤنث وزن فعول وفعيل، جريح وصبور. تقول امرأة جريح ورجل جريح، امرأة صبور ورجل صبور، ما تقول صبورة وجريحة، صبور، يقال صبور لأنهم على وزن واحد. إذن هل صبور وجريح يجمع جمع مذكر سالم؟ عندنا مثلا 10 نسوة، هذه صبور، هذه صبور، وهذه صبور، وهذه صبور، هل يجمع جمع مذكر سالم؟ لا، لأن على مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. والصفة الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث لا يجمع جمع مذكر سالم. إذن الخلاصة من هذا الباب أن الجمع مذكر سالم ينقسم إلى قسمين: علم وصفة. العلم
من شروطه أن يكون علما لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ومن التركيب. إذا توفر في العالم هذه الشروط الخمسة يجمع جمع مذكر سالم. القسم الثاني الصفة، الاسم المفرد الذي هو صفة تريد تجمعه لابد أن يكون صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث وليس من باب أفعل الذي وزن أفعل يعني أعرج أكحل، لا يجمع جمع مذكر سالم، ولا على وزن فعلان عطشان خربان، لا يجمع خربانون ولا عطشانون، ولا مما يستوي منه المذكر والمؤنث. الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث لا يجمع جمع مذكر سالم. إذا توفر في الجمع مذكر سالم هذه الشروط يجمع جمع مذكر سالم، وإلا إذا جمع لا يقال جمع مذكر سالم. إذا اختل شرط من هذه الشروط وجمع لا يقال جمع مذكر سالم، إنما يقال ملحق، إنما يقال ملحق. الأصل أنه لا يجمع، لكن إذا جمع جمع مذكر سالم على صورة جمع مذكر سالم يقال له هذا ليس جمع مذكر سالم بل هو ملحق لجمع مذكر سالم. وما السبب أن نقول فيه أنه ملحق؟ السبب أنه اختل شرط من شروطه. فهذا أردنا اختصارا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.